والنهارده جمهور الزمالك بيثبت ان اللي هيلعب بكره مش 11 لاعب ولا 22 لاعب بالبودلة ولا ايا كان اللعيبه اللي هتلعب وايا كان عددهم. انت بيلعب النهارده معاك في المدرج بس اكتر من 40,000 لاعب مش مشجع، لاعب فاهم كوره وعارف كوره ومستني كل كبيره وصغيره في الماتش علشان هو لعيب كوره بيلعب معاك في نفس الوقت اللي بتلعب فيه المباراه. مش واقف بيشجع، هو واقف بيلعب. انت مش مدير فني واحد بس واقف على الخط ولا جهاز اداري، احنا اكتر من 40 مليون مدير فني وجهاز اداري ورا النادي ده في ماتش بكره وفي كل ماتش. كفايه اول خبر اللي حصل مع تذكرتي لما قالك احنا في خلال نص ساعه بس دخل اكتر من 2 مليون مشجع في وقت واحد، وده اللي وقع لك الموقع. في خلال نص ساعة او اقل يخش اكتر من 2 مليون مشجع، كله عايز التذكرة، كله قاعد مستني، كله بيدوس مع بعضه في لحظة واحدة. الماتش انا قلقان زيك، وده واضح علينا كلنا، محدش فينا عارف ينام. اعتقد يعني احنا كلنا قاعدين بنحط في خطط وفي سيناريوهات، وان المفروض كابتن معتمد يعمل ايه والمفروض مين يلعب، والماتش صعب علينا احنا شخصيا، فالله يكون في عون الناس دي كلها اللي هتلعب بكره، الله يكون في عونهم وربنا معاهم وان شاء الله موفقين. بس بجد الجمهور هو امتع حاجه في كره القدم. الجمهور هو افضل حاجه في اللعبه دي، باراء اللي متفق بيها معاك واراء اللي مختلف معاك فيها، وكل راي بيتقال وكل كلمه بتتقال طالما هي كويسه، دي افضل حاجه في الدنيا، ان احنا نتكلم مع بعض وكل واحد يقول وجهة نظره بكل احترام. فطبعا كمية القلق اللي احنا فيها دي هي المعتادة لجمهور نادي الزمالك في اي بطولة في اي ماتش وفي اي مناسبة بتخص نادي الزمالك، لان احنا كلنا على قلب رجل واحد، كلنا بنبقى نفسنا في الماتش ده، كلنا بنلعب الماتش ده، اللي قاعد في البيت واللي قاعد على القهوة واللي قاعد بيتفرج في اي مكان في الدنيا على نادي الزمالك هو مشجع زملكاوي بيتفاعل مع كل كورة. احنا كده والزمالك عودنا على كده، واحنا حابين الزمالك علشان كده. فبإذن الله ان شاء الله ربنا يرضينا بالماتش، وبإذن الله نكسب الماتش، وبإذن الله كلنا نفرح وننزل نتبسط مع بعض قدام نادي الزمالك ونعمل احلى احتفالات زملكاويه ونشوف اجمد ناس على الكوكب ده بتشجع كوره، وبإذن الله ننام مبسوطين كلنا. سلام.